أصلي 1000 ركعة في ليلة واحدة، تحدي قيام الليل. المشكلة الأولى إن هل هقدر أصلي كل ده؟ المشكلة التانية هل الوقت أصلا هيكفي 1000 ركعة؟ الوقت اللي هصلي فيه من بعد صلاة العشاء لحد صلاة الفجر، فالوقت ده تقريبا 8 ساعات، فهل هيكفي ولا لأ؟ علشان تبقى متخيل صعوبة التحدي، 1000 ركعة بتعادل صلاة الفروض 59 يوم، يعني شهرين تقريبا. بدأت أول ركعتين وقلت إن أنا هقرأ في كل ركعة نص صفحة، بحيث إن أنا أقدر أقرأ كام جزء من القرآن وأنا بصلي. لكن المشكلة لقيت الموبايل بيخيلني ومخليني مش مركز، وكمان كده الموضوع هيطول، فقررت إن أنا هصلي باللي أنا حافظه وقصار الصور. طبعا مش الهدف هنا السرعة، لأنك لو هتصلي بسرعة الصلاة مش هتبقى صحيحة، لأن الطمأنينة ركن أساسي في الصلاة. بعد كل ركعتين كان لازم أعلم في الجدول اللي أنا عامله علشان أعرف أنا صليت قد إيه. أخطر حاجة في ناس كتير قوي ما تعرفهاش هي الديون اللي عليك في الصلاة. كل فرض في الصلاة بيفوتك هو دين عليك، وهيفضل دين عليك طول عمرك، ولو ما صليتوش هتتسأل عليه قدام ربنا، ومفيش طريقة تقدر تسدد بيها الدين ده إلا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب ايه الحل لو فاتتك صلوات كتير او عدى عليك فترة ما كنتش بتصلي فيها ودلوقتي الحمد لله ملتزم في الصلاة؟ تصلي بقى الصلوات اللي فاتتك دي ازاي؟ هقولك على الطريقة في اخر الفيديو. بعد ما صليت كام ركعة حسيت ان رجلي بدأت تتعبني شوية علشان الارض ناشفة شوية، فجبت حاجة وحطيتها تحت المصلية علشان تبقى مريحة في السجود، ورجعت اكمل صلاة ركعتين بركعتين. وافتكرت صلاة التراويح في رمضان واحنا بنصليها في مصر 11 ركعة، وعرفت قد ايه ان 11 ركعة دي حاجة خفيفة جدا، وللأسف ناس كتير قوي ما بتصليهاش مع انها فرصة كبيرة جدا. بعد كل ركعتين كنت بعلم في الجدول، وكنت بحس اني قربت خطوة. احساس مختلف انك تتحدى نفسك انك تعمل حاجة تنفعك، وطبعا اكتر حاجة كنت بدعي بيها ان ربنا يتقبل. وفكرة انك تتحدى نفسك في حاجة تنفعك فيها افكار كتير قوي، ممكن ذكر زي ان انت تستغفر ربنا او التسبيح، وممكن الصدقة والالتزام والصلاة وعمل الخير، ابوابه كتيرة جدا، بس المهم اتحدى نفسك. بعد ما عدى ساعة كاملة من الصلاة متواصل بدون انقطاع ركعتين بركعتين، لقيت نفسي وصلت ل 48 ركعة. وطبعا المشوار لسه طويل، لكن ركز معايا كده لحظة، 48 ركعة في ساعة. انت متخيل احنا ضيعنا كام ساعة في حياتنا في الولا حاجة؟ ده الفروض اللي علينا في اليوم 17 ركعة بس. بعد ما وصلت 48 ركعة في ساعة كده تقريبا بصلي كل ركعتين في دقيقتين ونص. وطبعا لو حسبنا حسبة بسيطة هنلاقي الوقت اللي هو من بعد العشاء لحد الفجر اللي هو 8 ساعات استحالة يكفي 1000 ركعة. لكن هشوف هقدر اوصل لحد فين وهكمل قد ايه. ممكن حد يقول لي طب ما تكمل بعد الفجر ويفضل صلي معاك وقت لحد الظهر. هرد عليك بس بعد النقطة الجاية دي. بعد ما صليت كام ركعة كمان بدأت أحس بتعب جامد في رجلي من عند الركب، فقعدت عشان أريح شوية وبعدين أرجع أكمل. وهنا افتكرت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل حتى تتورم قدماه، فالسيدة عائشة كانت بتسأله وتقول له أنت ليه بتعمل كده وربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب ليه بقى ما ينفعش اكمل صلاة بعد الفجر؟ ببساطة لان في اوقات يكره فيها الصلاة، والكراهة هنا كراهة تحريم، زي مثلا بعد الفجر، عند طلوع الشمس، بعد العصر، عند اصفرار الشمس حتى الغروب. بس استنى، هنا يكره صلاة النافلة، انما الفرض لازم تصليه. يعني مثلا لو فاتتك صلاة العصر وجيت تصليها في اي وقت من بعد العصر لحد المغرب فده عادي، انما النافلة لا. وعلشان كده هتلاقي ان مفيش سنة بعد الفجر ولا في سنة بعد العصر. وطبعا فضلت مكمل في الصلاة، ومع كل ركعتين بقرب للهدف اللي عاوز اوصله. والهدف هنا مش الرقم والكلام ده، الهدف انك تخصص وقت للعبادة. يعني شوف ليالي كتير قوي قضيناها في حاجات مش مفيدة، فلما تخصص وقت معين للعبادة كل يوم تقرب فيه من ربنا حياتك كلها هتتغير، وبكده حياتك اللي شغلاك وشايل همها ربنا هيكرمك ويسعدك فيها. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك او شير للفيديو
الفيديو علشان تدعم المحتوى وكمان توصل الرسالة لغيرك. بعد نص الليل وانا مكمل في الصلاة وبعلم في الجدول كنت وصلت الرقم كويس جدا، وقبل ما ابدأ التحدي الموضوع باين ان هو صعب جدا ومتعب، وده علشان بصيت على العدد ككل اللي هو ال1000 ركعة، وفعلا العدد كبير جدا، لكن قررت ان انا ابدأ، وبعد اول خطوة بقرب من الهدف واحدة واحدة. يعني اي حاجة عايز تعملها ابدأ فيها على طول مهما كانت كبيرة، فطالما بدأت وعندك عزيمة وإصرار وصبر هتوصل إن شاء الله. طيب في نهاية التحدي ومع دخول وقت الفجر أنا وصلت لكام ركعة؟ طبعا زي ما قلت ان المدة كلها 8 ساعات، والوقت ده مش هيكفي ال1000 ركعة بكل المقاييس، وانا بعد اول ساعة كنت متأكد من كده، لان 48 ركعة في 8 ساعات هيطلعوا 384 ركعة. فباختصار في الساعة ممكن تصلي من 40 ل 50 ركعة، ده لو هتقرأ قصار الصور حاجة خفيفة يعني. فده معناه ان الليل كله من العشاء للفجر تقدر تصلي من 320 ل 400 ركعة، وده اقصى عدد تقدر تصليه في الليلة الواحدة متواصل. طيب انا وصلت لكام برضو في النهاية؟ في الحقيقة انا فكرت كتير قوي في النقطة دي، وحتى قبل ما ابدأ التحدي وانا خايف ان الموضوع يتحول من انه عبادة لشو وعمل بطولي وان انا حققت رقم قياسي والكلام ده، والموضوع يدخل في الرياء والعياذ بالله. فعلشان كده قررت ان انا مش هقول وصلت لكام ركعة، وهخلي ده بيني وبين ربنا، والهدف اصلا من الصلاة هي حاجة بينك وبين ربنا، فيا ريت الناس تبقى فاهمة النقطة دي كويس، ويا ريت كمان تبقوا فاهمين الهدف من الفيديو. الصلوات اللي فاتتني اعمل فيها ايه؟ طيب للاسف في ناس كتير بيعدي عليها فترة ما بيصلوش، والفترة دي ممكن تطول وتوصل لسنين، وواحد الحمد لله ربنا تاب عليه وبدأ يصلي. كل الصلوات اللي فاتت هي دين عليه ولازم يصليها ازاي بقى؟ في ناس بتعتقد ان السنن بتعوض مكان الفرائض، والموضوع ده فيه خلاف كبير، لكن اغلب العلماء بيقولوا ان من باب اولى انك بدل ما تصلي السنة تصلي مكانها فريضة فاتتك. ازاي؟ يعني انت مثلا رايح تصلي الظهر، فبدل ما تصلي السنة اللي قبل الظهر صلي ظهر من اللي فاتك، فبالتالي يبقى انت سديت دين من اللي عليك. طيب باختصار الموضوع يتعمل ازاي؟ ولنفترض ان انت عدى عليك فترة ما بتصليش فيها مدة شهرين، فانت عايز تسد الشهرين دول في الصلاة، فانت في الشهرين اللي جايين هتصلي الفرائض مرتين، بدل ما تصلي السنة هتصلي مكانها فريضة من اللي فاتتك، سواء قبل او بعد على حسب اللي انت تقدر تعمله. هي بس كل الفكرة ان بدل ما تصلي ركعتين سنة هتصلي 4 ركعات ظهر. عندك مثلا في المغرب بدل ما تصلي سنة بعد المغرب ركعتين هتصلي 3 ركعات مغرب من اللي فاتك، وهكذا في كل الصلوات. لو قدرت تعمل ده وتلتزم فترة قد الفترة اللي انت ما كنتش بتصلي فيها، يبقى انت كده سديت الديون اللي عليك في الصلاة. والموضوع زي ما قلت ان الصلاة حاجة بينك وبين ربنا، يعني ربنا اللي هيحاسبك عليها، فانت بتحاول تسد الدين اللي عليك علشان تبقى انسان نظيف مفيش حاجة عليك، وتبقى ملتزم في الصلاة، لان الصلاة هي اهم حاجة في الحياة. وندعي ربنا يهدينا ويثبتنا على الطريق السليم، ونبقى كلنا مع بعض في الجنة ان شاء الله. وفي النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو، ولو في اي فكرة عايزين نعملها اكتبوها في التعليقات، وطبعا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات.